السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص في الريسيرفوار دايناميك موديل باستخدام التي نافيجيتور. كده وصلنا للخطوة رقم 12، هي خطوة الموديفيكيشنز، والفيديو ده بعنوان البرفوريشنز والاستراتيجي. بمعنى اني جيت في الموديفيكيشنز قسمتها لثلاث خطوات. الخطوة الأولانية البرفوريشن والاستراتيجي، بحيث لو حضرتك عندك مشكلة في البرفوريشن اللي انت مدخلها او مشكلة في الاستراتيجي وانت بتحط الكنترول رولز وفي ميسماتش حصل ناتج من المشاكل دي، فهنعرف اللي احنا ازاي نعمل لها تعديل وتأثر ازاي على موضوع الهيستوري ماتش. فده اللي هيتعرف في الفيديو ده. اللي هيتعرف بقى في الجزء التاني مشيئة الله في الفيديو اللي بعد ده، هي لو حضرتك هتعمل موديفيكيشن على الريلاتيف بيرمابيلتي كيرف وهيكون تأثيرها ازاي في الهيستوري ماتش. والجزء الاخير ان شاء الله هيبقى لو هتعمل موديفيكيشن على البروبرتي، والتعديل دوت هنشوفه ازاي برضو في الهيستوري ماتش. انا بس برجو من حضرتك انك لو طلعت باي فايدة من الفيديو ده، ان يكون لوالدي رحمة الله عليه ولوالدتي ربنا يبارك في عمرها نصيب من دعواتك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. طيب انا فتحت كده بقى الموديل بتاعنا الارب موديل، وهنشوف موضوع الموديفيكيشنز اللي المفروض تتم على البرفوريشنز او الاستراتيجي. هنيجي كده في الجرافس. كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات ان انا بعد ما اخلص رنة السيميوليشن باجي على البيت جرافس وبجيب اول حاجة الريت، بعرض الكنترول اللي انا كنت حاطه في الاستراتيجي. كنا حاطين كنترول في الاستراتيجي كده، لو جبناها ادي الويلز داتا، ادي الاستراتيجيز هيستوري استراتيجي، وادي كده الرول اللي كنا حاطينه في البروديوسر. كنا حاطين ان الكنترول يبقى عندنا ليكويد ريت، وكنا حاطين له الليميت بتاعنا موضوع البوتوم هول بريشر ان هو ما ينزلش عن 15، وكذلك في الووتر انجكتورز ان هو ما يعني في الانجكشن ريت هو الكنترول، والبوتوم هول بريشر ما يزيدش عن 300. فده الكنترول اللي احنا كنا حاطينه. فبعرض الكنترول بتاعي اللي هو الليكويد ريت، فبعرض الكنترول بتاعي اللي هو الليكويد ريت واشوف مدى الماتش بتاعنا. فاوريدي في ماتش كويس هنا، ولكن شفنا في الووتر انجكشن ريت ان في مس ماتش موجود. طيب عشان بس اوضح موضوع الموديفيكيشن بتاع البرفوريشن وبتاع الاستراتيجي، خلونا بس اني هتكلم كده بصورة عامة، وبعد كده هنطبق على الموديل ده. تمام. انا دلوقتي عرضت الليكويد ريت اللي كنت عامله كنترول وطلع ان تمام مفيش اي مشكلة فيه. بس خلونا نتخيل كده، او هعمل يعني تعديل في الداتا اللي انا دخلتها على اساس ان يكون عندي مشكلة في البرفوريشن. فكان هيحصل ايه في شكل الريزلت اللي هتطلع؟ فرضا بس ده مش موجود في الموديل قصدي، يعني خلينا نعمل الخطوة دي. فحضرتك مش هتطبقها معايا، بس جاست هتشوفها كده، وبعد كده هنطبق على الموديل اللي احنا شغالين عليه. لو كنا جبنا في الويلز داتا وفي التيبلز اللي احنا دخلناه في الويل ستراكشر تيبل دي اللي فيها البرفوريشنز، وجيت على بير مثلا زي بير 33 دوت، كانت الداتا اللي داخله فيه التايم بتاعها غلط. يعني كان المفروض كان التايم بتاع البرف دوت في 2021، والمهم ان يبقى التايم ده قبل التايم بتاع البرودكشن. يعني الداتا هي بتاعت البرودكشن، ده البرودكشن تيبل في بير مثلا 33. شايفين ان هو مثلا بداية الانتاج بتاعه كان في ابريل 2022، فبالتالي البرفوريشن بتاعته 21. مش مشكلة طالما هي قبل الديت بتاع الفيرست برودكشن بتاعه، لان الفيرست برودكشن بتاعه ده اللي هيشوف الاستراتيجي، وده السيميوليشن لما يجي يرن هيشوف المفروض يبقى فيه بيرف مفتوح هنا، فالبير بينتج. طب تعالوا نتخيل كده ان البير دوت ساعة لما جينا نحط الكومبليشن بتاعه حطينا الديت بتاعه غلط، سي مثلا كان 2025، وما كناش واخدين بالنا من الخطأ دوت، وعملنا الرن بناء على كده. يعني خلاص سجلنا التايم ده وجينا في جيومتري اوبجكتس احنا مدخلين اوريدي. خلي بال حضراتكم كنا اتكلمنا في حتة الاستراتيجي ان التيبل ده لما جينا نعمل الاستراتيجي كنا مدخلين التيبل بتاع
اللي اسمه ويل ستراكشر، اللي هو التيبل ده اللي فيه الداتا بتاعت البرفوريشن. ففرضا في الغلط ده واحنا ما كناش عارفين ان في غلط في الداتا اللي احنا مدخلينها، وجينا في الكيسز كده، الكيس اللي احنا رنيناها دي تعالوا نعمل لها لو دوسنا كده انيشالايز تاني، فكأننا بنكريتها من تاني وهنرنها من اول وجديد بما فيها الداتا اللي داخله، اللي من ضمنها السكيدول اللي احنا حاطينه ده اللي فيه التيبل اللي قلنا عليه اللي فيه الغلط ده لما نعرفش ان فيه غلط. وكنا رنينا بناء على كده ريبليس. اللي هيحصل دلوقتي ان هو هيلغي الرنة اللي فاتت خالص وهيعمل رنة من اول وجديد بالداتا اللي موجودة دي. فجاست اللي احنا هندوس كده، لو جبنا بقى الجرافس ادي الريت اللي احنا كنا عارضينه، هو لغى السوليد لاين اللي فات وهيعرض من اول وجديد الريزلت الجديدة. فهنشوف ايه اللي هيحصل. كان المرة اللي فاتت يعني مدينا ماتش على اساس ان الداتا بتاعت البرفوريشن تمام. دلوقتي هنشوف مدى تأثير الخطأ كأننا ما نعرفش يعني ان في داتا غلط داخلة، نشوف تأثيره ايه على البرودكشن ريت اللي احنا حاطينه كنترول. فبصوا الافكت بتاعها هو ماشي كده ماتش معانا، وجه في الوقت ده من اول هنا كده في مس ماتش حصل. دي الداتا الاكشوال الدوتس دي، والسوليد لاين ده الداتا سيميوليتد. ففي جاب موجودة او في مس ماتش موجود دوت. ليه؟ نتيجة ان في بير من الابار البرفوريشن بتاعه اتحط غلط، اتحط في تايم بعد تايم البرودكشن، فبالتالي لما جه ينتج الابار ديت خد الاكشوال داتا بس هو ما عرفش يعمل عليها ماتش. ليه؟ لان في بير من الابار اللي هو 33 بير مقفول، هو مش شايف البرفوريشن بتاعته، البرفوريشن في وقت متأخر عن البرودكشن. فالمحصلة في الاخر ان انا لما باجي بعرض بقى الريزلت بتاعتي بعد ما اخلص رنة السيميوليشن الاقي مس ماتش في الكنترول اللي انا حاطه، فيبقى احد الاسباب المؤديه للميس ماتش ده لان المفروض الكنترول ده تاخد عليه ماتش بنسبه 100%. معنى ان يحصل ميس ماتش يبقى في حاجه عندي غلط. فاول غلط ابتدي اشك فيه هو موضوع البرفوريشن، ان في بير من الابار البرفوريشن بتاعته كانت التايم بتاعها غلط. باجي كده بقى لما اجي اعرض الابار نفسها، فبعرض البير دوت تمام في الوقت بتاعه بتاع البرودكشن بير 31 تمام محقق معايا ماتش، ولكن بير 33 اساسا مفيش ليكويد ريت تم انتاجه زيرو دوت. ليه؟ لان موضوع البرفوريشن. فلما الاقي ان بير من الابار مفيش انتاج خالص موجود معايا بالنسبه للسيميوليتد داتا، ارجع تاني بقى للويلز داتا واعمل تشيك على التيبل الخاص بالاستراكشر او الخاص بالبرفوريشن بتاعته، واشوف هل التايم دوت هو بعد البرودكشن ديت بتاعه ولا قبليه. لو قبليه مفيش ادنى مشكله، لكن لو بعديه هو لما يجي في السيميوليتور مش هيشوف ان البير ده بينتج زي ما حصل دلوقتي. فكل اللي انا هعمله اللي انا هاجي عند التايم ده واعدله للصح، وجاست اللي انا هعمل بقى دي لان هو كده مأكتف خلاص الكالكوليشن بتاعت الرنه اللي هي هيستوري كيس دي. جاست اللي انا بقول له كده كانه بقول له ريلود دايناميك موديل، يعني اعمل لها انيشاليزيشن من اول وجديد بالداتا اللي انا غيرتها دي او عدلتها دي. هقول له ريبليس بحيث ان هو يحط لي الداتا على الهيستوري ريزلت بتاعتي. واول ما ادوس كده رن هنعرف بقى الرن كده هنا بالنسبه للابار كلها، ونشوف موضوع تحليل الماتش معايا. الاكسات دي ان الابار دي لسه ما اتحطتش، لسه ما دخلش الجدول بتاعها ان هي الستارت برودكشن، لكن كل ما بير هيتحط على الانتاج عندي هيتغير الاكس ديت، ان هو هيرى ان البير ده بدأ ينتج في التايم دوت، فهيحط على البروديوسر سهم احمر كده وعلى الانجكتور سهم ازرق زي ما هنشوف. فلحد دلوقتي هو بير سيرت 1 هو اللي بينتج. هيجي بقى في التايم دوت
هيدخل بير 33. هو كده قرا خلاص، لان قرا ان البرفوريشن بتاعته 26 كان اول بروديوسر و15 اول بروديوسر، فاوريدي عمل ماتش معايا مظبوط. بير 26 اتحول بقى انجكتور في الوقت ده، 15 اتحول بقى انجكتور في الوقت دوت. ولكن الشاهد ان هو عمل معايا ماتش كويس في الكنترول اللي انا حاطه، اللي هو الليكويد ريت. فبالتالي مفيش مشكله في موضوع البرفوريشن هنا. انما انا لما زي ما شفنا كده المشكله لما الاقي مس ماتش في الكنترول والاقي ان بير من الابار ما شاركش معايا، يبقى اراجع البرفوريشن بتاعه البير ده، تبقى فيها مشكله. فده التعديل الاولاني اللي بلجأ ليه او اللي بعمله. طيب الحاجه التانية، فرضا ان البرفوريشن بتاعتي كانت مظبوطه والتيبل انا مدخله تمام، ولكن موضوع الكنترول انا كنت حاطط رقم غلط. بمعنى في الاستراتيجي هنا، يعني لو جبنا كده الويلز داتا وجينا في الاستراتيجي اللي احنا كنا عاملينها وجينا في الرول اللي كنا حاطينه دوت، فكنا حاطين الكنترول مود الليكويد ريت تمام. البوتوم هول بريشر بالنسبه للبروديوسر كنا حاطينه 15 بار، بمعنى ان البريشر بتاعك بتقول له ان هو اعمل ماتش على الليكويد ريت، ولكن طول ما البريشر فوق ال 15 انت تمام. اول ما البريشر يوصل ل 15 لا، الغي الكنترول وروح على ال 15 دي. طيب المفروض ان انا لو عندي هيستوريكال فاليو وعايز اعمل عليها ككنترول، هي الهيستوريكال فاليو بالنسبه لي اتشيك على دي، بس انا مفيش داتا داخله البريشر بالنسبه للموديل ده. ولكن نتيجه اللي انا عارف ان البريشر بتاعي يعني مش هينزل عن 15، فبحط الكنترول ده. وغالبا بنحط الكنترول دوت او بيفيدنا في حته البريدكشن زي ما هنشوف بعد كده، اللي انا اعرف الريت بتاع البير او اعمل له تشيك. طيب حاجه كده، لو فرضا بقى انا الاكشوال او الواقع بيقول ان الفيلد بتاعي ان البريشر بتاعي ما بينزلش عن 15 دي. طب فرضا وانا بعمل الاستراتيجي غلطت ورحت كاتب 70، فال70 دي بالنسبه لي قيمه عاليه، انا عارف ان بيحصل درو داون للابار بتاعتي فبتنزل عن ال70 ديت، فما فيش مشكله خالص. ولكن فرضا بدل 15 انا حطيت ال70 ديت ورحت رنيت الرنه بتاعتي على كده، ادم عدلت في الكيس او الاستراتيجي يعني دي، فالاستراتيجي دي نفسها هو قاريها في الكيسز هناك في السكيدول دي. فبالتالي لو عملت انيشاليز من اول وجديد فهو هياخد التعديل اللي عملناه. طيب فرضا انا كنت عامل الغلطه بتاعت ال70 ديت مش 15 وهرن الموديل على كده. فتعالوا نشوف كده الدنيا هتبقى ايه لو غيرنا في الكنترول ده. هرن كده وتعالوا نشوف الجرافس كده بالنسبه للليكويد ريت اللي هيحصل فيها. هو من البدايه كده مش قادر، يعني البريشر المفروض يحصل له درو داون عن 70 علشان يقدر يحقق الريت ده. فمعنى ان انا يعني حددته ب70 او حطيت الليميت عليت الدرو داون بتاعه، فهو مش هيقدر يجيب لي الريت دوت ب70 اللي انا حطيتها في التايم ده. بس خلونا كده نكمل الرنة بتاعتنا عشان نشوف الدنيا فيها ايه. الرنة ماشية كده ان في اوقات كتيرة في مسماتش موجود في موضوع الليكويد ريت، الابار مش قادرة يعني تحقق الريت ده، وفي اوقات في ماتش معايا مظبوط. ولكن ببص على الابار كلها شاركت معايا في الانتاج، فما فيش مشكلة البرفوريشن اللي احنا شفناها في المرة اللي فاتت، ولكن واضح ان في مشكلة كده مسماتش في الكنترول دوت. فادم الابار شغالة معايا تمام، بعمل لما بلاقي مسماتش موجود كده في الكنترول اللي انا حاطه، بعمل بقى تشيك على على الليميت اللي هو البريشر. ففرضا لو حطينا البريشر مع الكنترول دوت مع الليكويد ريت في نفس ممكن احطه في نفس الجراف يعني. فهنيجي كده بالنسبة للبريشر واقول له هنمسك الابار مثلا، وانا عاوز اعرض البوتوم هول بريشر مع البوتوم هول بريشر ليميت اللي انا حاطه. فبالنسبة للبير ده بالنسبة بقى للبير دوت ادي الليميت 70، وهو مشي على الليميت
في الوقت اللي ما كانش عارف يعمل فيه يعني ماتش مع الكنترول بتاع اللي انا حاطته له الليكويد ريت. فهو علشان يعني وصل لل70 فما قدرش يحقق ده في الفترة دي، عالي عن ال70 في الوقت دوت، فخلاص تحرر من الكنترول بقى بتاع الليميت وعمل ماتش عادي على الليكويد. فبيحصل مسماتش في موضوع الفلويد او الليكويد ريت في الاوقات اللي هو بيوصل فيها الليميت 70 اللي هو غلط. لو جينا عند بير 33 هلاقي ان هو عمل مسماتش هنا في الوقت اللي هو مشي كنترول 70، وعمل مسماتش هنا ما قدرش يحقق الريت ده لما وصل لل70 وعمل كنترول عليه. بس وانا براجع دوت لقيت ان هو عامل الكنترول 70. طب انا عارف ان الكنترول المفروض البوتوم هول بريشر انا حاطه ان هو يبقى الليميت بتاعي 15 مش 70، فبالتالي ده السبب في المسماتش اللي احنا شفناه هنا، مش موضوع مشكلة بقى برفوريشن. فبالتالي برجع تاني للاستراتيجي بتاعتي واعدل فيها الليميت بتاعي اللي انا حاطه للابار البروديوسر ده، اقول له ده 15 تمام، واعمل عيد الرنة بتاعتك على كده. كده بيعمل initialization من جديد، وبقول له بقى رن، فهيبتدي كده يرن معانا. ولو جبنا كده الجرافس في الاخر هناخد ماتش بنسبة 100% على الكنترول. ليه؟ لان موضوع البرفوريشنز كده مظبوطة، وموضوع الليميت اللي انا حاطه بالنسبة للبريشر مظبوط معايا، مفيش مشكلة فيه. فدوت اول تشيك احنا بنعمله على لما بعد ما نخلص رنة الهيستوري ماتش بنعمل تشيك على الكنترول اللي احنا حاطينه. زي ما قلت لو في مشكلة غالبا هتبقى عندك اما مشكلة في موضوع البرفوريشن، دي اهم حاجة نشيك عليها. ويعني في ناس كتير وقعوا في الخطأ دوت، ان هو لما بيجي يحط البرفوريشن بتاعته في الويل كومبليشن بيحط مثلا التايم غلط، تايم بعد ميعاد الانتاج، فبالتالي في ابار ما بتشاركش في الانتاج في الوقت دوت، فبيحصل مسماتش في الليكويد ريت التوتال اللي احنا حاطينه. فده كده دول التعديلين اللي احنا قلنا عليهم بشكل عام بالنسبة للفيديو ده. طيب تعالوا بقى نطبق على الموديل بتاعنا. انا كده الرنة الاخيرة دي يعني انا ما عدلتش حاجة، دي كده وفقا للرنة الاساسية اللي حضرتك عملتها معايا تمام، ان البرفوريشن مظبوطة، ان البوتوم هول بريشر بالنسبة للبروديوسر احنا حاطينه 15. طب ايه الميس ماتش اللي الاكشوال اللي حصلنا عليه في الموديل دوت؟ اني لما جينا هنا عرضنا مش الريت بقى بتاع الليكويد ريت، لما عرضنا الووتر انجكشن ريت بالنسبه للابار كلها لقينا ان في مسماتش في فتره من الفترات. البرين تمام، وشيكنا على البرفوريشن بتاعهم تمام. طب نشيك بقى على البوتوم هول بريشر بتاعهم. فهنيجي كده في البريشر بالنسبه للبير مثلا 15 كده نحدد البريشر هنا. انا عايز اعرض البوتوم هول بريشر مع الليميت اللي احنا حاطينه، وكنا حاطين 300. فبالنسبه ل 15 انا اوريدي ما عدتش ال 300 او ما مشيتش عليه، فمعنى كده اللي انا ما وصلتش لل 300 دي. بالنسبه لبير 26 انا وصلت للليميت ده ومشيت عليه فتره، فبالتالي الريت في الوقت دوت حصل له مسماتش. لو يعني لو فعليا او اكشوال انت الداتا عندك ان المفروض البريشر بتاعك الليميت بتاعك، يعني فرضا ما عندكش سنسور او ما عندكش بوتوم هول بريشر داتا زي الموديل بتاعنا ده، ولكن عارف ان البريشر بتاعك مش هيعدي فعلا ال 300، فما تروحش تعدل الكنترول تعليها على 300. انت عارف ان البوتوم هول بريشر بتاعك مثلا اخره ال 300 دي، فتعمل تشيك تاني ايه اللي يخلي البريشر ما يعني يزيد او هيحتاج انه يزيد عن ال 300 ديت تمام. ولكن لان مفيش داتا عندنا بالنسبه للموديل دوت، فده كان فرض احنا حاطينه موضوع ال 300، فرضا دي مش حاجه سوليد في ايدك، فهتروح تعدل بقى في الكيسز في الاستراتيجي ولا ايه. هنجيب الويلز داتا، هنجيب الاستراتيجي، هنجيب الووتر انجكتورز، لقيت 300. ولكن فرضا انا عارف ان البريشر بتاعي ما بيعلاش عن 600، فاحط ال 600 دي واعمل الرنة من اول وجديد.
راح ارن الموديل من تاني، هرن الكيس دي من تاني، واجي هنا كده في الجرافس اشوف بقى بالنسبة للووتر انجكتورز الابار هل هيديني ماتش ولا مش هيديني ماتش بعد ما عملت التعديل دوت. هو كده بيرن في الاول خالص، لسه الابار ما تحولتش الانجكتورز، لسه اساسا ما اتحطتش على الانتاج اللي هو ال15 وال26، ولكن بمجرد ما يتحولوا لانجكتورز هيبتدي الداتا بقى اللي هو بتاعت الووتر انجكشن ريت فيها. بدأت تعمل ماتش معايا اهو، ودي كانت التايم اللي ما كانش عامل معايا ماتش فيها. اوريدي خدنا ماتش بنسبة 100% على اساس ان البوتوم هول بريشر بتاع بير 26 هنا. لو عرضنا البريشر بتاعه احنا كنا عاملين في الاول الليميت 300، وهو كان هيحتاج يطلع في الوقت دوت حوالي 315، ولكن لان كنت موقفه عند 300 فما كانش قادر يحقق البريشر دوت، فبالتالي ده ادى الى مسماتش موجود عندي في في الوتر انجكشن ريت. فبالتالي زي ما قلت كده اللي احنا بعد ما نخلص رنة الهيستوري كيس بتشيك الاول في البيزك جراف كده على الكنترول اللي احنا حاطينه سواء ليكويد او ووتر انجكشن، يعني ليكويد ريت او ووتر انجكشن ريت، وبعد كده لو لقيت مسماتش اشوف هل في مشكله في احدى الابار في البرفوريشن تايم بتاعه فما قدرش يشارك في موضوع الليكويد ريت دوت، ولا في مشكله في الاستراتيجي كلمه انا حاطه لو فاليو مش واقعيه عندي برجع اعمل تشيك للفاليو ديت واعدلها بحيث الرنه بتاعتي تكمل. كده نكون خلصنا الفيديو ده الخاص بالموديفيكيشنز الخاصة بالبرفوريشن والخاصة بالاستراتيجي او الليميت اللي احنا حاطينه يعني. هنشوف بقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله الموديفيكيشنز الخاصة بالروك فيزيكس، واشوف حضراتكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.